السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كان في لقاء مهم جدا، لقاء الثالث والرابع مع بعض، النادي المصري مع نادي الزمالك. وكان نادي الزمالك داخل المباراة بكل أمال إن هو يكسب النهاردة ويقدم خطوة إن هو يحصل النادي الأهلي. إنما للأسف الفرقتين اتعادلوا. ولو هنقول اتعادلوا، هو بالنسبة للمصري أعتقد إن هو مفيش مشكلة. إنما بالنسبة للزمالك هو مشكلة كبيرة، لأن الزمالك كان باني آمال كبيرة إن لو حصل جديد أو اتغير الموضوع، واتقبل في لجنة التظلمات واتخصم من النادي الأهلي آخر الدوري 3 نقاط، إن هو هيقرب جدا من نادي بيراميدز ويحتل المركز الثاني، وبالتالي يشترك في دوري الأبطال. كده الموضوع بعيد عن الزمالك، لأن ترتيب الدوري حاليا الزمالك 39 نقطة، الأهلي 43 نقطة، بيراميدز 47 نقطة. كده فاضل في الدوري حوالي 5 مباريات. اعتقد الاهلي صعب ان هو يفرط في مبارياته، واعتقد نفس الكلام بالنسبه لبيراميدز. وحال الزمالك بصراحه بلا مبالغه ما يصرش عدو ولا حبيب. اولا بيسيريو دوت اللي كان موجود في الاهلي 2009 2010، قعد 3 اشهر ومشي. مدرب مش عارف هو بيدرب مين، واضح كده او ربنا بالينا بكده زيه زي كولر. الراجل مش عارف ان هو بيدرب نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده نادي كبير وعظيم، وان هو ما ينفعش ان هو يلعب ب3 مدافعين ورا. لو واحد عايز يكسب الدوري وعايز يكسب بطولات، ما ينفعش يلعب ب3 مدافعين ورا. ما ينفعش ان هو ما يبقاش عنده ابداع في الخطه وفي التشكيل وفي التغييرات. وبالتالي الزمالك خسر نقطتين مهمين جدا في الصراع من اجل اللحاق، وان هو يكون ياخد المركز الثاني. بيسيريو بصراحه بيؤدي ولا اسوأ، وهي نفس القصه اللي اتكلمنا عليها بالنسبه للاهلي. انا ما اعرفش ليه الزمالك يعني مصر ليه يجيب حد اجنبي دون المستوى، وانت عندك كوادر ولا افضل. يعني عندك كابتن طارق مصطفى مكسر الدنيا في البنك الاهلي، ومدرب قيمه وقامه، وكان عامل شغل حلو قوي، وواحد ويل نون زي ما بيقولوا، معروف جدا في المغرب وفي الدوري، وان هو بيعمل من الفسيخ شربات، وعامل فعلا نتائج. غير شكل خالص البنك الاهلي، بقى من الانديه التقيله الخطيره اللي بيتعمل لها الف حساب، واللي بيعمل كوره جميله وممتعه، وراجل اكاديمي. نفس الكلام بينطبق على الكابتن مؤمن سليمان. والاثنين بصراحه، سواء كابتن مؤمن سليمان او كابتن طارق مصطفى، هم احسن مليون مره للزمالك من واحد زي بيسيريو. فانا ما اعرفش ايه اصرار الكابتن ميدو، لان هو اكتر واحد متبني الفكره دي، ومجلس اداره ان يستمر واحد زي بيسيريو. على العموم الزمالك في ورطه. الزمالك عنده برضه لعيبه عندهم مشاكل، على راسهم دونجا بيؤدي ولا اسوأ. وكمان نادي الزمالك عنده مشكله كبيره قوي اداريه، و والدليل عليها النهارده تكمله للسيناريو بتاع التخبط ومين اللي بيقود نادي الزمالك. ان الاستاذ ممدوح عباس نزل تويته النهارده هي مشينه لمجلس الاداره، وعلى راسهم الكابتن حسين لبيب، ان قال لك اللعيبه بنزل تويت على تويتر، بيقول لهم فلوس وبندفع، مكافآت وبندي وعود وبننفذ، حتى من اصغر واحد لاكبر واحد. بما معناه يعني ايه اللي نعمله تاني عشان تدونا كوره، في الاخر يبقى هذا المردود الرديء؟ نعمل ايه تاني؟ هو في ايه؟ طبعا دي حاجه مشينه جدا. انت مش مع احترامي استاذ ممدوح عباس والفلوس اللي بيصرفها على الزمالك دي مؤسسه عملاقه المفروض لا تدار من خلال شخص. دي جزئيه تانية والمهمه في عجاله كده. الكابتن رامي ربيعه. الكابتن رامي ربيعه واخد اي حد بيرمي ودنه او بيركز مع السوشيال ميديا وبيتعامل مع الجمهور وهو خسران. انت بتلعب في نادي زي النادي الاهلي بيشجعوا فوق ال 60 مليون. ما ينفعش كابتن رامي ربيعه واحد من الجمهور بعد اداؤه السيء، وهو فعلا اداؤه سيء، شتمه وقال ادبه عليه، وده مش من حق المشجع تماما. والشيمه قذره، يعني كلمات يعفن اللسان على ذكرها، ويروح واخد التويته كده على بعضها، او البوست اللي محطوط للكابتن رامي ربيعه، ويقول لك ادي واحد من جمهور الاهلي. انا بجد يعني انا جات لي زي صدمه. هو في كده؟ يعني انت راجل بقيمه وقامه النادي الاهلي، انت على فكره اتشهرت وعرفك الملايين من خلال النادي الاهلي. المشجع ده مين يعرفه؟ كام واحد يعرفه؟ يعني من حقك ترفع عليه قضيه، من حقك حتى ترد عليه هو شخصيا. انما ابدا ابدا مش من حقك تحط بص مسيء هيقراه ملايين بحكم ان حضرتك لاعب في المنتخب وفي النادي الاهلي.
وانا ما اعرفش الناس، يعني انا بحس ان المنتاليتي اللي قال عليها الكابتن محمد صلاح فعلا بتعمل الفارق في الناس. عندنا بعض الناس فعلا عندها مشاكل بالجمله في سلوكياتها وتصرفاتها. انت سيء، انت سيء جدا. انت فعلا يعني نقطه سلبيه في الدفاع، ايوه انت نقطه سلبيه. غلطاتك ساذجه، ايوه غلطاتك ساذجه. لو انت هترد على كل مشجع ما كانوش خلصوا. يبقى الكابتن، يبقى زيزو لسه بيسب واتلعن وراجل ما ردش بكلمه. وكتير بقى نماذج كتير. كريستيانو رونالدو من اعظم من لمس الكوره، جماهير النصر شتمته شتيمه ووبخته عشان لما طلع من قبل النهائي في دوري ابطال اسيا ما فتحش بقه. انت كابتن محمد ابو تريكه، كابتن محمود الخطيب نفسه سب وسب اهل بيته، عمره ما رد ولا تجاوز ولا خد بوست او منشيت وعامل له ريبوست واروح حاطه وافرج الناس على الملأ فيقراه ملايين بالكلمات الوقحه والقذره اللي محطوطه من بني ادم عادي. ما دي ضريبه النجاح. يعني انت حضرتك لما بتمشي في الشوارع بيرحبوا بيك، ده ليه تمن، ليه ضريبه. فما ينفعش ان انت هتخرس الالسنه. يبقى رمضان صبحي يتعمل له تمثال، يبقى عبد الله السعيد يتعمل له تمثال على الشتيمه والاهانات اللي خدوها على مدار حياتهم. كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، كابتن حازم امام، شتموا باهاليهم وشتموا اسوأ الشتايم، عمرهم ما ردوا. دي شيمه الكبار ودي ضريبه النجاح. انت حضرتك معروف وانت كنت هتكون ايه يعني الملايين اللي انت بتاخدها في الاهلي، ما دي ضريبتها. يعني سواء لاعب في الاهلي او في الزمالك انت بتبقى معروف اكبر من رجال اعمال. فده ضريبه الشهره بتاعتك. في برنامجك مع الكابتن احمد شوبير كنت قاعد معاه فبتقول له انا بقعد وبشوف الناس اللي بتنتقدني، لو انا مش عاجبك ما تشجعش الاهلي. لا، ليه؟ انت مش معقول ان انت تربط لسان ودماغ كل واحد. مش من حق حد يشتمك، انما من حق اي حد ان هو يوبخ او ان هو يعلق على مستواك السيء، لان دي ضريبه الشهره. انت بقيت رجل عام معروف للدنيا كلها، فهتلاقي اللي بيحبك واللي مش بيحبك، هتلاقي اللي معجب بيك واللي مش معجب بيك. ده وضع الدنيا طبيعي جدا. فضريبه النجاح وضريبه الشهره ديت ABC ان انت تقعد ساكت، ولو واحد تجاوز في حقك اتخذ الخطوات القانونيه واشتكيه ان شاء الله تسجنه. انما تاخد بوست شتيمه وقله ادب وكلام قذر من واحد مجهول تروح حاططها توريها للملأ للملايين، فانت بتشتم كده كل جمهور الاهلي فينقلبوا عليك، فتبقى دي فعلا بتفسد النادي الاهلي. بالظبط بيفكروني الاهلي مشكلته الكبيره ان حصل جزء كبير في لعيبته انفلات على راسهم. واللي بقى انا بقولها بقى الناس بتقول لك احنا بنحبه والقلب الطيب. كابتن محمود كهربا، مع احترامي لمحمود كهربا، محمود كهربا طول عمره عنده مشاكل، من وهو في الزمالك عنده مشاكل وهو في الاهلي عنده مشاكل. كل المدربين اللي جم عملوا معاهم مشاكل. مفيش حاجه اسمها ابن البلد، مفيش حاجه اسمها القلب الطيب. هو مفيش حد يبقى شيخ عرب ومعلم. لعيبه الاهلي لو الناس بتلاحظ نزل مستواها الفني والبدني من ساعه ما عمل فيها الشيخ العرب محمود كهربا، وخد معاه مروان عطيه، وخد معاه شحات، وخد معاه امام عاشور، وخد معاه لعيبه تانية ورامي ربيعه وغيرهم. وبقوا يحضروا الحفلات والافراح. هذا المكان تحترم القلعه العملاقه ديت وتحترم شغلك وتنضبط. بعد ما تخلص كوره اعمل اللي انت عايزه. اللعيبه وقعت فنيا وقعت بدنيا. جزء منها ان هي نو ديسيبلين، مفيش انضباط. ابحث دائما وابدا عن الانضباط. لازم يكون في انضباط. وسام ابو علي السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي حاجه تانية خالص. ايه اللي بيقال واللي بنسمعه ان وسام ابو علي بيسهر. مش لازم اسهر اكون اعمل حاجه غلط. اسهر يعني اعدي بعد منتصف الليل، يعني اضحك وهزر وبتاع. انا كده فقدت ساعات. اللاعب المحترف ليه عدد ساعات نوم معينه، ليه وقت معين يكون في الفراش بتاعه عشان يديك انتاجيه 100%، لانه بياخد مقابل كده ملايين وشهره ما يحلمش بيها اي حد. حضرتك لو طيار، لو شغال في مفاعل نووي، لو شغال ايه، لو عالم ذره، انت عمرك مع طول ربع النجوميه ولا الشهره ولا الفلوس اللي بتاخدوها في الاهلي وفي الزمالك. فاحمدوا ربنا على الاداره ان هي تتحرك الان وليس غدا. شوف ايه المشكله. اللعيبه دي بتقع بدنيا ليه؟ مفيش صفاء ذهني ليه؟
كولر كان غلطان، كان غلطان. ما كانش فيه كنترول، ما كانش فيه كنترول. ما كانش فيه جمل تدريبيه مظبوطه، ما كانش فيه جمل تدريبيه مظبوطة. انما هو كان عادل جدا مع واحد زي احمد عبد القادر بسلوكياته السيئه. وانما لا يصح الا الصحيح. الاهلي لو سمحتوا، الاداره انتوا بتدفعوا ملايين للعيبه وبتدوهم نجوميه، ما ينفعش ان هم يبقوا نجوم السوشيال ميديا. حاجه من الاثنين، ايزر اور، يا تبقى لاعب يا تبقى فاشون، يا اما يروحوا زي ما كان الجو اللي هو اليومين بتوع الافراح وافتتاح المولات والحفلات ويعت هذا الامر، لان الحدث جلل. شوفوا اسامه ابو علي، ايه السبب اللي خلاه يوصل لكده وهو كان مكسر الدنيا وجاي في نص الدوري بقى هداف الدوري المصري اخر السيزون بالظبط. رجله بتلف حوالين نفسها يا عيني، لا عارف يشوط ولا عارف يباصي ولا عارف ولا عارف يجري ولا عارف يعمل اي حاجه. شرح كام لعيب في الملعب في الاهلي عندهم مشاكل باينه، ناس واقعه بدنيا وذهنيا، وبالتالي فنيا مش هتديك كوره بتعريفها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.